السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ يا رب كلكم تكونون بخير وصحه وعافيه. نبتدي. طبعا اريد اخيط فستان اللولو. هذا الفستان وعندي هذا القماش، كلكم تدرون بهذا القماش مره خيطته فد شيء، وهذا الشيء خيطته قلت لكم انه انتم تقدرون حتى اذا ما تستفادون منه تفتحوه وتخيطونه بغير شيء. فانا فتحته لانه ما استفادت من عنده ابدا، بس وحده من البنات وحده من البنات رادت هذا الفصال فسويته على اساس اللي طلبته البنيه سويته، بس بصراحه انا ما استفادت منه مثل هوايه من البنات يقولون شيماء نريد اصدار مال عمره او لبسه مالت العمره او الحج او غيرها. من اقول لهم اني ما استفاد من عنده بشيء لانه اساسا هذا الشيء صح واقع حال. فلذلك اقول لهم اني ما اسوي ما اوعد، بس هاي البنوته سويت لي هي اقدر انه انا استفاد منه. فاليوم ان شاء الله راح اسوي من عنده، اقدر اسوي دشداشه الي، اقدر اطلع من عنده يعني فد شيء. فاليوم راح اسوي اللولو. خلينا نشوف لولو شلون تريد الشيء اللبسه اللي تريدها ونشتغل على اساسها. هسه اخترنا الفصال، فاخذت هذا الفستان مالتها، طبعا هذا مالت العام، بس قلت لها البسيه حتى اشوف الطول مالته، لانه مرات من نضم لبس لولو سوتشال، مرات من نضم اللبس من نضمه يقصر. اللي فيهم حيل يطولون. لا مرات القماش هو يقصر. فانا هنا اخذت القياس اللي تريده لولو، فراح اقيسه على الفيته، او هو هذا يسمونه شريط القياس. فانا راح اخذه احس رؤى شمتت بي اعتقد. راح اخذه هنا طول 37 انش، بس الطول الصح تقريبا يطلع 50. شنو ال 50 طولي؟ اسكتي لا 95 طول التنورة 95. راح اخذ الطول، خلت تجين كهرباء ناخذه وياكم. ضاعوا. هسه اخذت القياس وهي الدنيا ضلمه، لانه قماشي بيعب الفصال فهيك سويته. زين انتم اذا تريدون تسوونه سووه كلوش، تقدرون تاخذون قصه الكلوش، او انا منزله على عالم شيماء الخياطه شلون تقدرون تخيطون فد شغله كلوش. زين انا هنا لا راح اسويه عادي يعني مثل تنوره، وينسحب الخرطات يعني كسرات خلينا نقول. فهاي التنوره مالته راح تصير بهذا الشكل. بما انه الفساتين هسه اللي دارجه كلها من هاي القدايف وعيد ميلادها، فلازم اسوي لها فد لبسه حتى تلبسها بعيد ميلادها، ونفس الوقت اقدر يعني اتحكم باللبس مالتها. بما انه القماش كلش مزعج لانه بيه عيوب، فلازم اداري نفسي بيه. طبعا لو تدرون ايش قد معاناه، لانه انا مفصلته قبل ايش قد بيه معاناه، بس ان شاء الله تطلع مثل ما انا اريد. هنا أنا شنو من هاي القطعتين راح اطلع الصدر، لانه الصدر بيه قصه، فضبطت الظهر بدون قصه، والصدر هو اساسا بيه قصه ودقم. لان لولو مثل العجايز، من تشوف شغله لازم اذا مو مثلها معناها غلط. هيك شيء عندها على هذا القانون. فانا سويت فيها ميله منه، شبرين وصبعين، يعني راح يروح بالخياطه وهيك. زين هسه هذا باعتبار الصدر، وهذا باعتبارنا للظهر. الغلقه ما طبقة القماش تنحط ويا الفتحتين الموجوده هنا في ديتني. والله اني شوف خياطه هي قوه. سيخرب وهو مضحك على نفسي. اذا خربوا تلاقونها هسه بالسوق. لا تلاقون رؤى تلطم على راسها، لان حيل نفسها بالقماش من العام. طبعا هذا القماش من خاله ام رياض، تحياتي لها. رايد لي اروح عليها. رحتي على رجلك. تروحين؟ صدق؟ خال امتحانات وين تروحين؟ اروح امتحانات ما عندها، اكثر من يشجعني بالطلعه. رؤى شبرين وصبع. شفتوا شلون؟ هسه هنا هي بي ميله للكتف، مثل
الكتف راح ننزل تقريبا 2 صبع، وعندنا هنا مايله، لان هي هاي اساسا هي ما وهنا لولو الكتف مالتها مو شبرين، اقل الشبرين، فراح اخذه شبر وفتر، ما اخذه شبر كامل، لانه هي اساسا لولو الكتف مالتها صغير، يعني مو مثل كتوفنا احنا الكبار واحد والصغار واحد. شوفوا شبر الا اصبع. ادري طلع كان هذول التركيات اللي من يولدن يلبسن شو اسمه الشريط. لا قلها احمر. شوفي شنو النوشة هو هديها والله تقول خذوني من عندها، حسبي الله عليك شنو بنيه. هسه شفتوا شلون اخذت اصبع منها للداخل، وهذا من هنا همينه، وهاي كمان عندنا. هسه ايش حسوي من هنا؟ هذا على عبالكم ترى اصغر، لا هاي هو زحف هذا هسه هيك شوفوا كامل. راح اسوي فتحة الصدر، هو ياخذ بي، انا ما راح اخذه هواي، اخذه 4 اصابع 5 اصابع، هذا الصدر، والظهر راح اخذه اصبعين. خلصنا صدر وظهر، هاي شارة النص خلاص، هاي الصدر والظهر. ظلت عندنا دقة الردان، احنا لو نطلع بيه ردان ولا يصير نص ردان؟ لا ضبط اموري على الاساس. طبعا انا اول ما جيت اقصقص رتبته، حتى روحت تقول لي ماما تيهت، قلت لا ما تيهت. تقول ماما تيهت، هي انا ما تيهت، بس حتى اضبط خياطي راح اسطه وارجع لكم. اتفقنا على ان لا نتفق، نرد نعدله. احنا قلنا القماش مشهور، انا مو حره بالخياطه مالته. شبرين 3، انا مو حره بالشغل مالته، لانه لو قماش على ايدي كان انا صرت حره، مو صحيح؟ بس انا القماش اللي عندي مشغول، ومن البدايه قلت لك القماش مشغول، راح يصير فستان على قد الحال. امي غشتني قدام. اذا ما راح نسوي له غيره. شنو يعني ما فهمت؟ اذا ما صار حلو جيب قماش ونسوي. اول شيء راح اسوي 15 ولا 14؟ حتكملين 14 تجيب لك 15. يعني 15. اي يعني شنو؟ يعني 15. يعني شنو؟ انا كبرت احساس. كبرت سنة؟ لا تنسين هاي راحت من عمرك سنة. على اساس الواحد يتمنى. والله انا عجيبة على هاي الناس اللي تحتفل بعياد ميلادها، احتفل والله راحت من عمري سنة، قلت من عمري سنة. بناتي من نوع لو تسوين عريض حيل، لو تسوينه قصيف حيل. ايش سويتي؟ قصيف يعني مثل الهاينك، الردة مالت الهاينك، فهمتي علي؟ اقول هذا طول يدي. انا خليت بيه طول، حتى شنو اللي اريد اسوي بيه، اي هذا طول ايدك. يعني شنو قصدك؟ قصيرة؟ هسه اجا دور الياخة، حتى اشتغل الياخة اخذ قصات القماش ونشتغل الياخات مثل ما احنا نريد. بالمناسبة الياخة راح يصير بيها تطريز، اي راح يصير بيها تطريز بخرز، مثل قلت لكم الفساتين اللي هسه اغلبها تبيعها. هذا على اختياري. هو بالفستان اكو لون خرز ابيض خوش، احنا راح نسوي اسود لانه هم خالين بيه دانتيل ابيض، بس انا الدانتيل بصراحه ما نسوي احبه، اسود. لان بناتي دائما يلبسون شو اسمه، يلبسون دائما احذيه كعب، بيهن من قدام فيونكات، بيهن من قدام فوتشات، هاي تكرمون احذيتهم، فيسلتن الملابس. فانا ايش سويت؟ استغنيت عن هاي الاشياء، لانه حدش يستلت ويخرب الفستان، صارت هيجي. هسه هاي بحزق عليها لصق وارجع. وهاي خلصنا. طبعا انتهيت ويا رؤى ومارشو، وزهقتني رؤى والله العظيم على بالكم، بس ثاني زهقت مارشو، زهقتني قد ما دافع المارشو من وراها، نقمه مو بنيه والله. اني شورت الفستان. هسه كملنا، راح نبتدي نخيط، اكيد نلتقي بكم واحنا نخيط
صدر وظهر تنورة. يصير نسوي لنا كعب ندشم كعب. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم يا رب يا عيضات مكمل العقل والدين. هاي التنور، هاي الياخة. نلتقي وياكم بالخياطة. طبعا هنا أنا بديت أول شيء أخيط بالصدر اللي هو مكان الدقم. شفتوه من فصلناه البارحة، اللي ما شاف الفصال مالته إن شاء الله راح أخلي لكم الرابط مالت الفيديو بأول تعليق مثبت. هنا الصدر مالتنا عندنا بيه قصات 2 حتى يتسوى بيه دقم. هي أساسا رادتها بيه دقم. أني أفضل إنه إذا أريد أفصل هيجي فساتين بس بدون دقم، خاصة للي بعمر رؤى. هو يرهم بالمناسبة للكبار، يعني اللي حاب أسوي الكبار عادي ترى يصير. هو صالة كلش حلو يرهم للكل، خاصة هاي الأنواع هسه من الفساتين كلش دارجة، كبار صغار. والله يرحمها جدتي كانت كلها تلبس هيك لبس. فسبحان الله شوفوا الوقت ايش قد دار بينا الوقت، وايش قد مشت السنين وبعدين احنا صرنا نلبس مثلهم. المهم هنا أنا كفيت الكتاف، يعني العفو كفت الكتاف شنو، ثبتت الاكتاف كتف على كتف، واذا اكو زيادات بالاكتاف اشيلهن. زين. المهم اضبط خوارج الاكتاف، الخوارج مالتهن. هسه هنا صار عندي مثل ما تشوفون الصدر والظهر مرتبطات. فصلوا لنا على النبي وزيدونا النبي صلاة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هاي هنا أنا عندي هي الياخة. الياخة هنا كلش سهلة، ما تريد شغل هواي. هنا شوفوا ثبتتها، قصيت الزيادات، قصيت او ثلمت الاطراف، وقصيت قياسها الطول اللي أنا أريده. مسافة قستها من الدقمة إلى أن فريتها داير ما يدور على حد الدقمة الثانية، يعني أخذتها من الصدر لحد داير ما يدور الرقبة للصدر الثاني، هيك حتى أقدر أخذ قياس الياخة تجي مضبوطة. وإذا ما قدرت تضبطيها قص القصة مالتها وثبتيها من الوسط، وخلي الأطراف بالأخير أنت تثبتيهم. بس أنا أفضل هيك مثل ما أنا أشتغل. فصلونا على النبي وزيدونا النبي صلاة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا هنا عدلت بداية الزيج، احنا نقول بداية الزيج، واخذت الكفة مالت الياخة بدايتها قصيتها منا وقصيتها منا، وهسه اجيت كفيت الياخة قلبتها وثبتت شكلها مثل ما تشوفون قدامكم. هسه عاد راح اقول لكم وين اني. شوفوا من مكان القصة اللي انا قصيتها بديت افر، هي هاي اللي قلت لكم افر الرقبة من الركن هذا لحد ما اوصل للركن الثاني، اللي هي نص الصدر على الظهر على نص الصدر الثاني، لانه احنا قلنا الصدر عندنا مقسوم 2، فلازم النص بنص، فنفرها من النص الاول لحد النص الثاني. اكيد اي وحده من عندكم ما فهمت الفصال تقول لي بالتعليقات، وانا راح افهم ليها ان شاء الله وبعون الله. اشياء كلش بسيطه، يعني هذا سعر الفستان مالته ب45,000، يعني اني عملت عليه الرؤى ب45,000. فاللي انا اللي سويت خيطت لي هي قماش، عندي قطعة قماش جاهزة، ومن قطعة القماش الجاهزة احنا مشتغلين. وهنا أنا لولو جابت لي مي مثل ما تشوفون، لازم ادير مي، لانه انا بالنسبة لي من النوع اللي كلش احب المي. ورا ما خلصت تثبيت الرقبة من الركن للركن، شوفوا طلع عندي الخياط مضبوط. بس مجرد انطيت هاي القصات حتى من اجي ادوس هاي الدوسة ما تصير عند الرقبة ملمومة او مكرزلة، تجيني مضبوطة. هنا انا خلى دنابيس، وخرت قسم من الدنابيس وفتحتها حتى اخذ الفرة مالتها. هسه هنا راح نكف الاردانات بالبداية حتى نثبت الاردان. فستان سهل بشكل بنات، ما اخذ من عندي وقت، يمكن نص ساعة او 35 دقيقة مو اكثر.
يعني الخياطة للي يخلي باله وياها كلش سهلة. هنا أنا قسمت النص، ثبتت نص الكتف، راح ابتدي من الكتف من البداية وانزله، اشوف القياس مالته مضبوط، لان قلت لكم الردن عندي كلش قماشها قليل، بس ان شاء الله تطلع القماش مالتها حلو. والحمد لله لبستها رقاوي وعجبها كلش. هي كانت اول شي ضايجه من عنده، لانه رؤى من النوع اللي ما تحب الردن تصير ترص الايد. قلت لها اعتبريها هاينك، تقول لا الهاينك احنا نلبس تحت ستره، بس هذه ما راح البس اني فوقها ستره، فلازم شكلها شويه يصير بيه عرض. فكنت خايفه كلش انه يطلع قصيف او ما يعجبها او تحس بيه فد خلل والضوج من عنده. بس الحمد لله والشكر لما لبسته حبته كلش، بس ما قدرت اصورها وهي لابسته. تقول لا ما البسه، لانه انا من راح البسه لازم اضبط نفسي ترتيب كامل، فانا ارتب نفسي بعيد ميلادي. المهم هسه هنا اجينا حتى نخيط التنوره. التنوره راح نخيطها، انا ربطت اتجاه واحد من الردن ونزلتها، جيت على الاتجاه الثاني اللي هو اساسا ما مربوط، فبديت اكسر بالقماش. القماش هوايه صارت بيه كسرات، لانه اساسا هو عريض كلش، لان لولو رادته كلش عريض، فحاولت قدر المستطاع انه اني اسويه كسرات هوايه. وهسه شفتوا هاي الكسرات اللي هوايه قدامكم اخيط، وهو ما شاء الله شو طلع سهل الحمد لله. هسه هنا كملنا خياطة التنورة كلها. راح نربط الردان للاتجاه الثاني، راح ابتدي اربطه من هنا لحد ما اسحبه لاخر التنورة، يعني من الردن للتنورة. وهنا بعد ما خلصنا اجينا راح نكفها. ما شاء الله صلوات على محمد، اي عيوب ما بي، يعني اول مرة اخيط خياط واي تفتيق ما افتق، ما فتقت ولا نفذة. هنا انا اجيت حتى اسوي نقشة الياخة مالته، لانه هي الفستان اللي شافته بيه نقشة، فحطيت خط وسط حتى اسوي على شكل سعفة نص الياخة. نص الياخة هنا بيها خرز، واحنا عندنا خرز اللي هي اشتغلت بيه. هسه هنا بعد ما حطيت هذه الاشكال القياسات، انتم بكيفكم تريدون تجيبون زوايا او زاويه للياخه، او تريدون تضيفون هذا، او تجيبون هذا الستراس اللي يصير لزق. وراح اخذ 3 مثل ما تشوفون. شوفوا، وهاي الابره اللي عندي هي مال نمنم. شغل النمنم رجعني 30 سنة لورا. تعرفون 30 سنة شقد؟ 30 سنة من عمري لورا أنا كنت أشتغل هذا الشغل، كنت أشد خرز. بس هسه هنا أنا أحس بصعوبة، لأنه ما ماخذة راحتي لا بالقعدة لا بالمكان لا بالغيرها. فهنا شوفوا بديت أخذ كل 3، أخذ اتجاه يمنى يسرى يمنى يسرى، بس نفس الوقت 3. شوفوا هياتا قدامكم، الشغل سهل بشكل وبسيط وحلو. طبعا ما اريد اضيف لكم اي شيء من عندي كلام، اريد الكل يستفاد بشكل الشغلة اللي انا دا اسويها. هذا دليل على انه احنا اذا نريد نسوي فد شغلة ترى نقدر نسويها، يعني لا تستصعبوها من تشوفوها جاهزة عندكم على الملكانات او غيرها وتحسوها صعبة. ابدا لا تستصعبوها، ترى كل شيء تقدرون تخلون، حتى لو تلزقون لزق تقدرون تلزقوا. شوفوا هسه انا خلصت هذا الاتجاه، راح اسوي الاتجاه الثاني، راح اكمله همينه والاقي لكم اياه بالاخير ويا هاي الزاويه، وراح تشوفون الشكل شلون يتغير ويصير شكله ولا اروع من هيك. اتمنى اللي شاف المقطع مالتي لهنا انه اذا عجبكم لا تنسون تخلوا لي لايك واشتراك، واذا شغلي حسيتوا بيه فد شي غريب اسالوني، انا راح اجاوبكم. ابدا ما راح ابدا ما راح يعني شو اقول لكم،
انه اتعاجز اجاوب عليكم، بالعكس. وهاي هنا طبعا رؤى هنا تقول لي ماما، هي دا تصور لي بالمناسبة، تقول ماما بس راويني شلون انت هيك تسوينهن. وهو طبعا شغل كلش سهل، مو فد شي. كنت اشتغل افخم من هذا الشغل، وان شاء الله فد يوم من الايام اراويكم الشغل مالتي، لانه لازم عندي دشاديش، وعندي واحدة من القوط اللي انا لابستهن بمهري انا مشتغلته، هم ان شاء الله اشوفهن وين الصور مالتهن، وهمين اراويكم اياهن. شو تحبون تستفسرون ان شاء الله ما راح اقصر وياكم. انا هنا اشتغلت على البطيء حتى تشوفون الشغل مالته شلون. وهاي هنا عقدنا الخيط بعد ما خلصت كل الشغل مالتي، واخر نفذة هي هاي. شنو رأيكم الشغل ولا اروع من هيك؟ ونعقد الخيط مرتين حتى ينطينا الشغل بمتانة. وشوفوا النهاية مالته شلون صارت، تجنن، ولا اروع من هيك. وهاي بالاخير صار فستاننا الجميل نداري. جمدت اسرع، شوفوا شلون شكله كلش حلو. نداري عليه هسه.